الفيديو اللي قبل ده، انا صورت لكم فيه الكورنيش. كورنيش اسكندريه كله من اول ميامي لاخر الشاطئ في اسكندريه، اللي هو القلعه، اللي هو بعد بحري كمان، اللي هو القلعه. فتعالوا معايا بقى اللي في الفيديو ده هوريكم اسكندريه من الجهه التانية بقى، اللي هو المقابله للكورنيش. اللي حابب يتعرف بقى على الشوارع كلها من اول بحري، عكس بقى هنعكس الموضوع من اول بحري بقى لميامي. فتعالوا معايا بقى هعرفكم على الشوارع واسمائها من اول بحري لاخر ميامي، اللي هو شارع خالد بن الوليد. يلا بينا. فالفيديو ده والله فيديو جميل قوي وممتع. ليه بقى؟ لانه اسكندريه بالليل ليها سحر تاني بقى. التصوير هيكون متواصل. هتتفرجوا بقى على الجانب الاخر من اسكندريه بالتفصيل. احنا كده بقى في بحري. دي شوارع بحري ودي بيوتها. بيوتها ما زالت لسه هي نفس البيوت القديمة، يعني البيوت القديمة بتاعت زمان لسه موجودة هي زي ما هي. ده اللي بيميزها، يعني بحري الميزة فيها ان هي ده كل حاجة فيها لسه زي ما هي. فيمكن هو ده سر إقبال الناس عليها، يعني قد إيه هي منطقة جميلة ساحرة جميلة جدا. وفعلا وانت فيها بتحس ان انت فعلا في الزمن نفسه، يعني زمان، يعني كأنك في أيام زمان، دخلت الزمن، دخلت عبر الزمن فعلا. فهي دي الميزة بتاعتها. احنا كده بقى داخلين على المنشية. 3 دقايق مشي بين بحري والمنشية. دي بقى المنشية دي بقى بيسموها المنشية البلد، اللي هي يقول لك احنا رايحين البلد، يعني هي دي اساس اسكندرية. دي اساس اسكندرية، يعني الاسكندرانية الاصليين اصحاب البلد هم اساسا منشأهم من المنشية. ممكن ده يكون ده اسمها عشان كده. فده اللي انتوا شايفينه ده الجندي المجهول النسب التذكيري. العادة دي المنشية، وبتتميز بقى ان هي ايه، كلها اسواق اسعارها حلوة، يعني الاسعار فيها رخيصة. يعني في بقى الكافيهات، والكافيهات كمان في بحري والمناطق دي لسه برضو بيقولوا عليها القهاوي بنفس الاسماء القديمة والستايل القديم. شوفوا الابواب القديمة وكل حاجة، حتى الكراسي القديمة بتاعت زمان تلاقيها هنا زي ما هي. يعني هم بيحبوا هم كده كتراث يعني. ده كده احنا داخلين على ده كده فندق برضو في المنشية. دي المنشية، ده فندق برضو قديم قوي في المنشية، اسمه ويندسور. الفندق ده قديم، يعني حتى انتوا لو دخلتوه نفس الستايل بتاعه زي ما هو، بالفرش ده بالاساس بكل حاجة زي ما هي القديمة. كل الفنادق في المناطق دي قديمة جدا، يعني كل الفنادق قديمة جدا. يعني انا دخلت فندق سميراميس، كنت حجزت فيه وانا في الخارج وراجعة. فلما رحت وصلت، انا حجزت على اساس الصور، فلما وصلت كانت الصدمة ولقيته قديم جدا، يعني فندق قديم. يعني انا اندهشت فعلا ان ازاي كده يعني. فكلها فنادق قديمة في المناطق دي. ده فندق تاني برضو، بس هي كلها فنادق قديمة يعني. عموما اسكندرية الميزة اللي فيها
مستحيل ان انت هتلاقي شارع فاضي او مهجور خالص. كل ما كان في ناس، زي الاغنيه ما قالت، منين ما تمشي تقابل ناس. هو ده فعلا. بالعكس بقى، مش زي القاهره. القاهره بين كل شارع وشارع مهجوره شويه، ومتلاقيش مثلا ماركت بسهوله او كده، يعني بتبقى مش امان زي اسكندريه. انما اسكندريه امان، امان من جهه الامان، فهي امان في اي وقت تقدر تطلع تمشي. ده بقى دي محطه الرمل. والحديقه اللي شفتها دي قديمه جدا، اللي فيها تمثال طلعت حربي. دي محطه الرمل، وبتكون مزدحمه جدا، ودايما زحمه ليل نهار، تلاقيها زحمه. فالناس بتحب الاماكن دي، الاماكن اللي هي القديمه. والمناطق دي اساسا هي دي اساس اسكندريه يا جماعه. دي اساس اسكندريه، دي اسكندريه الحقيقيه، ودي المتعه الحقيقيه فيها. ده بنك الاسكندريه. ده فندق سميراميس برضه اللي حكيت لكم عنه، قديم جدا، الطراز قديم جدا من جوه، كله 5 ادوار. طول ما انت ماشي بقى كافيهات طول الطريق، طول الشاطئ الجانبي ده كافيهات، شركات، قاعات حفلات كده يعني، مطاعم كده يعني. ده مطعم جديد كده، كذا مطعم في بعض يعني جديدة. ده احنا كده بقى داخلين على الشاطبي، داخلين على الشاطبي. شوفوا قد ايه هادية وجميلة بالليل، بجد ليها سحر كده يعني. اسكندرية بلد ساحرة فعلا، بلد ساحرة فعلا، جميل الجو فيها. لما قعدت في الشاطئ اللي هو اخر شاطئ، كان شاطئ القلعة، قد ايه جميل، المية نظيفة وجميل وهادي. شاطئ جميل جدا، شاطئ بحري، شاطئ بحري، شاطئ مميز قوي برضه وحلو كده. المنطقة دي اسمها سوتر على ما اعتقد، كده سوتر، ايوه. لا، طب ما احنا ماشيين كده، شوف البيوت كلها يعني على البحر، من الرطوبة والحاجات دي بتلاقيها متبهدلة فعلا. يا ريت اللي عنده برج او حاجة يهتم بيه. دي مكتبة الاسكندرية اللي انت شايفينها، دي مكتبة الاسكندرية. دي تراثية بقى، بيروح لها ناس كزيارة يعني، تحفة يعني. كده بقى احنا، هي في الشاطبي عموما، مكتبة الاسكندرية في الشاطبي. دي تعتبر من اكبر مكتبة في العالم، يعني مكتبة حضارية. شايفين انتوا دلوقتي يعني الوقت يعني كنا مثلا حوالي الساعة 1 كده او 1:30، شوف الناس لسه ماشية في الشوارع وامان. دي الميزة اللي فيها اسكندرية، يعني في اي وقت عايز تنزل انزل، امان يعني. شوف الشوارع متواصلة مع بعضيها، امان يعني. ما شفتوش اي حاجة مهجورة خالص لحد دلوقتي، ما فيش اي حاجة
تقلق يعني. هتمشي برضو جوه الحواري هتلاقي برضو اكتر زحمة من كده برضو. شايفين ما زالت الزحمة تلاقي الناس قاعدين بيونسوا بعض كده. المنطقة دي اسمها سبورتنج. المنطقة اللي عدت دي كلها دي سبورتنج، يعني الشوارع كلها اسمها ظريفة في حالها، يعني دي كلها اسماء ناس على فكرة يعني. فأنا سايباكم مع الفيديو اتفرجوا على الشوارع دي اللي عدت دي سبورتنج. داخلين احنا بقى كده على كليوباترا. كليوباترا منطقة جميلة برضه، أنا قعدت فيها فترة وكانت
جميلة فعلا، منطقة شيك وحلو. دي كليوباترا. دي كافيهات، ده كافيه اسمه قصر الشوق، وفيها فنادق كويسة، وفيها عجبتني يعني القعدة فيها، كانت فترة حلوة يعني شفتوا بقى بين كل شارع وشارع مشي بتاع 3 دقايق يعني، و3 دقايق الشوارع موصولة ببعضيها، يعني اللي عايز يمشي يمشي عادي. دي بقى المنطقة دي سيدي جابر، هتدخل من هنا هتدخل سيدي جابر. منطقة سيدي جابر دي بقى دي بلد لوحديها بقى، اللي فيها محطة سيدي جابر وكده، المحطة اللي هي جوه دي كلها سيدي جابر، دي دنيا لوحدي. هندخل احنا كده بقى على شارع رشدي. اللي جاي ده شارع اسمه شارع رشدي. ده الكوبري ده عاملينه جديد، اللي جوه بقى الكوبري دي منطقة سيدي جابر، اللي باينة جوه دي كلها. وكده كمان الساعة 1، والناس شوف مالين الشوارع، والدنيا زحمة يعني، مفيش نوم، مفيش نوم فيها اسكندرية تقريبا. في الموسم بقى بتلاقي الدنيا بقى ليل نهار، الناس صاحية بقى، الناس اللي بتيجي تصيف بتلاقيهم بقى ليل نهار في أي وقت ييجوا. وأسعار الشقق بقى المصيفية بتختلف بقى في الموسم عن الشتاء وكده. شايفين الناس، شايفين العربية. دي بقى مجموعة مطاعم عالمية كده في الشارع ده، هو رشدي. شفتوا ما زالت الناس منتشرة في الشوارع وزحمة.
هي دي اسكندرية. داخلين بقى احنا كده على ستانلي. ستانلي والشاطئ بتاعها برضو شاطئ مميز. منطقة برضو تبقى زحمة برضو دايما، مميزة يعني. المنطقة اللي عدت دي كانت جليم. شاطئها برضو جميل مميز، وشاطئ هادي. ده شارع سان ستيفانو. الشارع ده اسمه سان ستيفانو، وده فندق فور سيزون.
الشارع ده برضو بيبقى مليان ناس جدا، يعني من كتر الناس مش هتلاقي مكان تمشي فيه اساسا، اللي هو سان ستيفانو ده. بعد كده بقى بيجي شارع اسمه شارع شعراوي، اللي هو ده، اللي هو عدى ده بقى فيه محلات تجهيز، محلات بتاعت فساتين الزفاف والحاجات دي، مشهور هو بالحاجة، محلات فساتين الزفاف، اكسسوارات العرايس والحاجات دي كلها، البيوت، مراكز تجميل، هو مشهور بكده. داخلين بقى احنا كده على شارع محمد نجيب، هو ميزته معروف، هتلاقيه شارع واسع كده اهو. ده شارع اسمه شارع محمد نجيب. في تغيير كده، مش فاهمة في ايه الكراسي دي، ايه نظامها، مش فاهمة، أول مرة أشوف الحاجات دي، في تغييرات غريبة بتحصل فجأة كده. هنطول بقى لو ماشي، هيبقى مثلا بتاع 10 دقايق كده، على شارع الجيش، متفرع منه بقى شارع خليل حمادة وخالد بن الوليد. دي اللي انتوا شايفينها دي حديقة قديمة قوي،
بيجددوها تقريبا، قديمة جدا. باقي بقى شارعين أو 3 وتبقى دي بقى آخر اسكندرية، اللي هو المنتزه يعني. احنا كده خلاص وصلنا. وداخلين بقى على ميامي بقى، ومحطتين 3 بقى وتلاقي آخر اسكندرية اللي هو المنتزه. ده شارع خليل حمادة، هم قافلين الطريق عشان كان في برج وقع وكده يعني، الطريق مقفول حاليا. ده نهاية الفيديو خلاص، كان المفروض ان احنا كده خلاص وصلنا. اتمنى الفيديو كان عجبكم والتصوير واضح، واشوفكم فيديو جديد اجمل واجمل. هاي